السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد. الحمد لله من بعد ما كملنا الحج كامل الحمد لله، بما فيه العمرة القدوم، بما فيه أول يوم التروية اللي هو منى يعني 8 ذو الحجة، بما فيه عرفة، بما فيه مزدلفة، بما فيه منى مرة أخرى، ثم كذلك لأيام التشريق اللي هي كانت فيها الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى. خلصنا الحمد لله، كملنا اليوم 10 شهر 6 2025. الحمد لله الناس كلهم مشاو للمدينه، يعني المجموعه كامله الحمد لله مشات للمدينه. انا مازال هنا في مكه المكرمه، انا مازال عندي شي شغل كنديرو، وان شاء الله بغيت من خلال هذه النافذه، يعني هذا الفيديو، بغيت نقول لكم بانني ان شاء الله ابتداء من غدا غادي نسافر لواحد الدوله، واللي من خلالها غادي نحط لكم بعض الفيديوهات، سواء فيديوهات قصيره ولا فيديوهات عاديه اللي هي 8 9 10 11 12 دقيقه تقريبا. وغادي نفاجئكم بواحد المفاجاه، انني غنسافر لواحد الدوله اللي هي عزيزه على بزاف ديال الناس، اللي بزاف ديال الناس كيتمناو يمشيو ليها ويشوفوا المعالم ديالها. تركيا؟ لا ماشي تركيا، ان شاء الله غادي تعرفوها من هنا لغدا في العشيه ان شاء الله. ملي نوصل عندي واحد الرحله طويله جدا، وملي غادي نوصل راه غندير فيديو ان شاء الله، غنحاول نحطو غدا نيت. ولكن قبل هذا الشيء غادي خصني ندير طواف الوداع اللي هو غادي نديرو اليوم في الليل ان شاء الله. تقريبا نقدر نديرو مع هذيك 12 ديال الليل ولا مع 11، وغادي نصور لكم شويه الكعبه يعني ما جاورهما، يعني الكعبه مثلا والمناطق اللي هي دايره بها. واحد الفيديو صغير غنديرو ان شاء الله، ونحاولوا نديروا فيه كذلك واحد الدعاء لجميع المتتبعين ديالنا والمتتبعات. المهم اللي بغيت من هذا الشيء كامل نقول لكم وهو ان المحتوى ديال القناه غيكون عباره عن سفريات. غادي نبداو نسافروا مره في الاسبوع لواحد الدوله ولا واحد المدينه، وغادي نبداو نحطوا هذاك الفيديو ان شاء الله في القناه، ونتكلموا على هذيك الدوله، ونتكلموا على المعالم ديالها والحضاره ديالها والتاريخ ديالها. هذا الشيء بطبيعه الحال كل ما امكن ذلك، لان كتعرفوا مع الخدمه ومع الصعوبه ديال انا وليت كنخدم دابا في الصباح بكري، يعني راه كتعرفوا الصباح بكري راه بالذهب مشري، خاصك تفيق مع 3 و4 ديال الصباح، 4 تقريبا خاصك تكون واجد، 5 كتكون بديتي الى اخره، يعني كتكون ساليتي مع 11 و 12 كتجي خاصك تنعس شويه الى اخره. فلهذا ان شاء الله غتكون الهدف ديالنا وهو زياره بعض الدول، سواء الاوروبيه ولا الاسيويه، ولا غادي نحاولوا حتى امريكا، ما عندنا حتى شي مشكل، الاشكال ما كاينش الحمد لله. خاص فقط نلقاو الوقت اللي من خلاله غادي نديروا هذه السفريات، وغادي يكون كذلك تناسق مع بعض الجهات الخاصه مثلا او المحليه، مثلا العائلات ولا بعض الاشخاص اللي غادي تتلاقى معهم، واللي غادي يكونوا عباره على مرشدين او قايد اللي غادي يوريونا هذيك المعالم وغيتكلموني عليها، وباش تكون الامور سهله، ماشي غاش جوجل وقراو وعرض وقول، لا غادي يكون ناس يعني محليه هي اللي غتحكي لنا على هذيك المنطقه. بطبيعه الحال تعطيه الميكروفون وهو يتكلم باللغه ديالو، كان كيتكلم اللغه اللي حنا كنفهموها راه هو هذاك، ما كانش راه غادي نحاولوا نترجموا الى لغات اخرى. اذا فالحمد لله على نعمه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله ان ربي وفقنا وادركنا حج هذه السنه مره اخرى الحمد لله، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ورضاه علينا. بزاف ديال الناس مرضوا، انا من الناس اللي مرض الان، يعني الحمد لله. الطبيب خرج لي اونتيبيوتيك، المهم لا داعي للاشهار، ولكن المهم هذا ما كاينش كاين في السعوديه. كلشي الناس مرضوا بحكم كيف تنقول لكم دائما هاد لاكريم هذه اللي هي عدو ديال الحجاج، هذه العدو ديالهم، هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتمرض الناس. فملي كتوصل للمينان في الخيام تيكونوا الناس بزاف مختلفين الجنسيات ديالهم، تيكون واحد عايش مثلا عايش في نقولوا فيتنام، ولا مثلا نقولوا حنا بنغلاديش مثلا اللي هي دوله سخونه مثلا تتكون فيها الحراره بزاف، حراره مفرطه عاليه، فالسيد ما يقدرش يعيش في واحد الحراره ديال اولا واحد الجو معتدل ديال مثلا 20 22، لا تيجيه مثلا سخون بزاف، فهو خصو دائما البرد. فاش شنو كيوقع ليه؟ تيخدم لنا لاكليم افون، وتنضطروا حنايا اننا نمرضوا لان حنا ما مولفينش لاكليم. حنا كنقدروا نعيشوا في الحراره ما عندنا حتى شي مشكل، نقدروا نعيشوا في البروده ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن الا خرج لنا الهواء الاصطناعي كيدخل لنا الريه كينشفها وكنمرضوا، الرشوطه،
اللوزتين، الراس، النيف كيسيل، العينين بعض المرات كيتنفخوا عند بعض الحجاج الى اخره. للاسف الشديد المجموعه ديالي كان معايا واحد السيد اللي هو عنده الزهايمر مسكين، الله يشافيه ويعافيه، وعنده كذلك الابيليبسي، وعنده بعض الامراض يعني اللي هي امراض عضويه خطيره شويه، منها طونسيون، منها السكر، منها بزاف ديال الحوايج. فكان شويه ديال التعب، ولكن كل حاجه بالاجر ديالها بطبيعه الحال. فالراجل كان كيخرج، كان كيتوضر مسكين، كان طاح واحد الوقت، طلع ليه السكر وطاح، ودينا للسبيطار ووقفنا معاه مسكين والى اخره. هذا بطبيعه الحال كلشي بالاجر ديالو. انا تنقول لكم فقط شنو تيقدر يوقع. بزاف ديال الحوايج اللي كتوقع في واحد الظرف اللي هو بسيط جدا. كانت بطبيعه الحال مساعده قويه جدا من طرف الشركه ومن طرف وزاره الحج. كان واحد التنسيق جيد والحمد لله. ما غاديش نقول لكم بان كان 100%، ولكن واحد 70%، لان هذا الشيء راه ما ساهلش. راه سي با فاسيل انك تجمع واحد 2 مليون ونص في واحد المنطقه وتوكلهم وتشربهم وتدخلهم للحمامات عزكم الله، يعني وتجمع زبلهم عزكم الله، وتهزهم لهنا وتحولهم لهنا وتهزهم لهنا وتحولهم لهنا. فهمتوا؟ يعني شي حاجه اللي هي ما ساهلاش، يعني ماشي سهله. يعني خاص يكون تجنيد، ويكون واحد البرنامج اللي خدمتي عليه سنين وسنين باش انك تقدر توافق ما بين هاد المراحل كلها. يعني مرحله القدوم من المطار، استلام الحجاج، تدخلهم، تصاوب لهم الكروت ديالهم اللي هما هاد الكروت ديال الحجاج كيف كتعرفوا. يعني راه ما ساهلاش، يعني راه شي حاجه اللي هي صعيبه. بعض الناس ما لاحظوش بان كانت بعض الناس عندهم مكتوبه عندهم حج 24. يلا لاحظوها اليوم، وحاولنا نبدلوا لهم الكروت وعطيناهم هذه ديال 25. كانوا يعني ما ردوش البال، كانوا خلطوا هاد العلاقات، خلطوهم. فواحد شاف بحال هكا بدا كيقلب العباد الله، لقى يمكن شي 10 اللي عندهم قديمه، فبدلنا لهم الحمد لله. يعني تكلمنا مع الناس اللي مسؤولين وكذا. هذه الكارطه كتجي من وزاره الحج، فيها كاع المعلومات ديال الحاج كيف كتعرفوا، الصوره ديالو، المعلومات كامله الى اخره. ف اللي بغيت نقول لكم هو كان واحد التنسيق اللي هو قوي جدا وناجح الحمد لله. حجاج بدون تصريح ما كانوش، الناس اللي هما حارقين كيف تنسميهم، اللي كيجيو تيحرقوا، ما كاينش. سدوا عليهم، بقاو في لي زابارطمون ديالهم، بقاو في لي زوطيل اللي هما كانوا فيهم، ما خلوهمش يخرجوا نهائيا. علاش؟ لان قالوا لهم لا حجه بدون تصريح. هذا هو الشعار ديال هذا العام. العام اللي فات كانوا ماتوا الناس بزاف. شكون اللي مات؟ اغلبيه اللي كانوا ماتوا الناس اللي ما عندهمش تصريح ديال الحج، يعني ما عندهمش الحق يدخلوا المخيمات وياكلوا ويشربوا ويتغطاو في الخيمه، وكذلك تكون عندهم امكانيه ديال انه مثلا يمشي في الطوبيس والى اخره. شنو وقع لهم؟ ناموا يعني ينعسوا في الزنقه، وهذاك النوم ديالهم في الزنقه خلاهم انهم يموتوا، لان كاين اللي مات بالعطش، كاين اللي مات بالجوع، كاين اللي مات كذلك بالحراره، بقوه الصهد. فهذا الشيء علاش تمنعات هذا العام تعليمات ملكيه جاده وقويه. كان بلاغ من الاسره او من الحاكم البلاد، قال لهم ما بغينا حتى شي يموت هذا العام. الاموات بطبيعه الحال كاينه، كل مره كنصليو على واحد، كل صلاه كنصليو على اموات، الصلاه على الاموات كل نهار. ولكن الناس اللي كيموتوا بحكم السن مثلا، بحكم الامراض، بحكم كتكون عنده يعني امراض اللي هي امراض يعني اللي هي مثلا مزمنه، وكيموت من خلالها السيد ما كيتحملش. ولكن ان يموت شي واحد في الدفيع ولا كذا ولا هذا، ما كانش هادشي نهائيا. يعني حج ناجح 100%. انا بالنسبه لي حسب التجربه ديالي، فالحج كان ناجح 100%، والحمد لله. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ان الواحد كيتفادى الارواح وخساره الارواح، وبعض المرات كيموتوا عيالات واطفال وصبيان شباب. يعني لا داعي ان هذه الامور توقع بحال هذه يعني هذه الرحله اللي هي رحله روحانيه اللي الواحد كيجي من خلالها انه يعبد الله سبحانه وتعالى، وانه يبحث على الجنه. فكيف قلت لكم في الاول، غادي تبدا ان شاء الله واحد الرحله ديال السفر اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. غادي نحاول كيف قلت لكم ندير كل نهار فيديو اذا كان من المستطاع ديالي، وان شاء الله غادي نحاول كيف قلت لكم. واخا نعرف نصور 2 فيديوهات في النهار، واحد نحطو اليوم وواحد نحطو غدا، ديال اماكن مختلفه. وكذلك من بعد هذا الشيء كامل غادي نبداو ان شاء الله نصوروا فيديو في دوله او لا مدينه جديده ان شاء الله كل مره، باش نبدل شويه من المحتوى، وكذلك باش نغيروا شويه من هذه الفوضى اللي هي نايضه
في السوشيال ميديا اللي ما بلا ما نتكلم عليها، لان لا يهمني الامر. بزاف ديال الصداع كيخرجوا لي فيديوهات ديال الناس انا اللي ما ابوني عندهم، فتنشوف عناوين يعني ساخطه، عناوين فيها اختلافات في الاراء، عناوين يعني لا تسر الناظرين او المستمعين. فلا يهمني يعني انا التفاهه، كيف كنقول لكم دائما، ابتعدت عن التفاهه، والتفاهه ابتعدت عني. يعني بينه وبينها يعني كيف تنقولوا اتساع وصافي، ما عندنا ما نديروا بها. اذا كان شي موضوع مهم حنا موجودين، كان شي حاجه ثقافيه تعليميه حنا راه موجودين. اما الامور اللي هي التافهه فلا تهمنا، واخا يشوفوا القناه ديالي فقط 50 واحد كيف تنقول لكم دائما ما كيهمش. انا لا تهمني المشاهده بقدر ما شوف سبحان الله العظيم واحد الحمامه هي واقفه حدايا، والله العظيم لا هي نتهضر معكم وهي كتفرج فيا، حاسه بالسلام، حاسه بان الحمد لله ما كاينش اللي اذيها. انا ما كاينش اللي اذيها، ما كاين لا يدفعها ما والو، كاين حراره برا. وللاسف النافذه ما كتحلش، كون كانت كتحل كون عطيتهم الماء يشربوا، لان كاينه 44 درجه في الشارع. الحمد لله على كل حال. نتمنى من الله وكنطلب من الله سبحانه وتعالى انه ييسر اموركم كاملين، ويحفظ لكم وليداتكم ويخليكم ويثبت اقدام ديالكم، والله يصلحكم ويصلح وليداتكم، والله لا يحرمكم من زياره هذا المقام يا رب العالمين. والله يصلح الاحوال، والله يرحم الوالدين، والله يحفظ كل من تيبغي مغربي في النرويج. الناس كاع اللي كيبغيوني الله يحفظكم ويخليكم، اللي ما تيبغيونيش الله يهديكم. واش غنقول لكم؟ الله يخفيكم الحق، ما غاديش نقول الله يخفيكم، غنقول لكم الله يهديكم على انفسكم. تحياتي لكم، اخوكم عبد اللطيف، كنتمنى لكم السعاده في حياتكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد، واحد الدوله جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش ديروا لايك وتعليق قليب ولا اي حاجه، فقط باش الناس يعرفوا هذه القناه. اما دوك اللي خرجوا الله يعاونهم، عارفين بان هذا المحتوى ما غاديش يناسبهم، وعارفين بان هذا الشيء ماشي من الشيم ديالهم، اذا فكيمشيو يقلبوا على حاشاكم الزبل، تقلب على الزبل. اعزكم الله، السلام عليكم.